طبيعي إن أنا أرد على أي عميل بيكلمني، ولكن للأسف في عملاء فعلا بتضيع وقتنا. وما انساش ابدا ان انا ضيعت قبل كده شهر كامل من وقتي ومجهودي مع عميل، وفي الاخر اكتشفت ان هو بيستخدمني عشان يجيب احسن اوفر بافضل سعر وهو شغال مع حد تاني. واكيد ده مش بيحصل معانا بس، بيحصل مع وسطة كتير، ولكن المشكله الحقيقيه ان في وسطة ما بيقدروش يفرقوا ما بين العميل اللي محتاج وقت والعميل اللي بيضيع وقت. وخليني اقول لك، العميل اللي محتاج وقت هتلاقيه عميل بيسأل كتير، هتحس ان هو شويه لسه خايف، لسه مش في مرحله قرار، فده واجبك عليه انك تديله من وقتك ومجهودك لغايه لما توصل لمرحله معاه ان هو قادر ياخد القرار. اما العميل اللي بيضيع وقتك فهو عميل بيظهر فجأة وبيختفي فجأة، بيظهر لما بيكون محتاج منك معلومة وبيختفي اول لما بتقربه من القرار، وفي نفس الوقت ما بتحسش منه بالتقدير الكافي او التجاوب اللي انت محتاجه منه، فده معناه ان هو بيضيع وقتك. ونصيحتي ليك، العميل اللي بيتعامل معاك كأنك مجرد مصدر معلومات أو عروض أو أوفرات، وقف فورا التعامل معاه. أما العميل اللي بيديك ثقة في التعامل وبيديك مساحتك إنك تشتغل معاه، هو ده العميل اللي تكمل معاه. وأخيرا، زي ما في وسطة كتير في السوق، في عملاء كمان كتيرة في السوق، ولكن اختار صح العميل اللي تشتغل معاه. ولو انت وسيط وحصل معاك موقف غريب مع عميل قبل كده، ابعت لي بيه كومنتس وانا هرد عليك من واقع خبرة حقيقية.